لو جبت الكب او الخلاط وحطيتي فيها حبتين من الطماطم، عليهم كده حباية كبيرة من البصل متقطعة اي شكل انت حباه، عليهم كمان حبايتين كبار كده من الفلفل الرومي الاخضر، وعليهم ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. وكل ده بقى فرمتيه مع بعضه في الكبة مع نقطتين كده من المية. وهتضيفي بقى دلوقتي عليهم الاضافات اللي جاية دي. عندي بقى كوباية كبيرة من الزبادي اليوناني، ومعايا هنا توابل هكتبها لكم في صندوق الوصف او في اول كومنت. وهنضيف بقى هنا ملعقة كبيرة من الصلصة المعلبة، وكمان ملعقة كبيرة كده من المستردة، بتفرق قوي 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 في الخلطة الحلوة دي. وهنضيف كمان ملعقة صغيرة من دبس الرمان، وبديل لي هيكون ملعقة صغيرة من العسل الأسود أو الصويا صوص. خلاص كده هنضرب كل المكونات دي مع بعضها في الكبة. بعد كده آخر إضافات هنحطها هي عصير ليمونة كاملة، وهنضيف شوية من الخل حوالي ملعقة كبيرة، وهنقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض. ولو عملتي بقى كل الخطوات دي زي معاهم كده ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي عندك ما يكونش ليه ريحة وحشة، وقلبتي كل ده مع بعضه، هيطلع معاكي أجمل تتبيلة للمشاوي تعمليها الفراخ مشوية أو أي حاجة مشوية انت عايزاها.